ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. قلت بالفيديو ده نعمله مع بعض كده زي ترشيحات لأرخص الحاجات اللي احنا ممكن نجربوها في الميك اب، وتبقى رخيصة وحلوة وتناسب البنات اللي مش مقدرتها تجيب براندات او العرايس مثلا. النهاردة هنرشح مع بعض كده أرخص باليت كونتور احنا ممكن نجيبها وممكن نلاقيها في السوق، جودة عالية وكواليتي كويسة جدا، فيها درجات ياما قوي. البيجمنت بتاعها تحفة، الدرجات بتاعتها كلها اجمد من بعض، وتنفع كمان كونتور وفاونديشن وكونسيلر وتثبيت. بصوا، وكونتور باودر، درجاتها كلها تنفع كل حاجة. واهم حاجة ان هي من براند احنا عارفينه وهو براند مايت سينما. مايت سينما بينزل لنا تحفة. المرة دي انا هكلمكم عن تحفة التحف. البالت الكونتور دي موجودة، يعني مش من البالت اللي هي بتنزل وبتختفي فجأة، لا موجودة، سعرها كويس قوي، درجاتها تحفة، وكمان تناسب كل انواع البشرة لان مش بتزيد خالص. الكونتور اللي معايا ده اسمه مايت سينما كونتور 2 in 1. الباليت دي كانت عاملة 120 جنيه. الباليت طبعا مناسبة للبنانيت والناس والبنات اللي بتجهز، يعني عايزة تشيل ميك اب في جهازها، وكمان الميك اب ارتست المبتدئة اللي هتشتغل بيه سواري. ليه بقول سواري؟ لان السواري البادجت بتاعته بتبقى قليلة، فالمنتجات بتبقى برضو يعني على قدها شوية، فالباليت دي هتبقى خطيرة معاهم. تعالوا بقى دلوقتي اوريكم درجاتها من جوه، ونعمله كمان سواتش ليها، واوريكم كل حاجة واعرفكم كل حاجة عنها. اول حاجة الباليت دي هي فيها 8 درجات بودر، وفيها كمان 8 درجات كريمي. الباليت طبعا مرخصة من وزارة الصحة، ماركة مايت سينما. هي ما فيهاش درجات، يعني هي درجة واحدة ثابتة. اول حاجه بتيجي اهي دي العلبه، الباكج بتاعها من بره، بصوا شكله خطير ازاي، لا شكله عسل قوي. والعلبه بتاعتها من جوه اهي، بصوا برضو الديزاين جامد. بصوا بقى بتتفتح كده من هنا اهي، بصوا بقى، بصوا الجمال. طبعا انا واكلاها، طبعا عامله بيها اللوك اللي انا قدامكم ده. حرفيا انا مش مستخدمه فيه نقطه فاونديشن او نقطه كونسيلر، كل اللوك ده معمول منها ما عدا الاي شادو طبعا. بصوا بقى الدرجات. تعالوا بقى نتكلموا عن الدرجات كده بتاعت الكونتور الكريمي واحده واحده، وكمان نتكلموا عن البودر. اول حاجه الثلاث درجات دول ممكن يبقوا على الكاميرا اغمق شويه، ولكن انا هشرحه لكم. ان كانت الدرجه دي او الدرجه دي او كمان الدرجه دي، الدرجات دي تنفع فاونديشن وتنفع كونسيلر، درجات هايله تنفع كل القمحويات وبدايه السمر، يعني بدايه السمر هتنفع معاهم. 3 درجات ممتازين. الكفرج بتاعهم او الكفرج بتاع الباليت كلها من ميديوم لفول كفرج، يعني احنا نقدر نبنيها. الدرجة بقى اللي تحت دي والدرجة دي وكمان الدرجة دي، الثلاث درجات من اول هنا لحد هنا دول درجات كوريكتور. طبعا احنا الكوريكتور مش لازم يبقى اورنج صريح، لا، باختلاف انواع البشرة واختلاف كمية الهالات اللي انا بداريها بستخدم لون الكونتور المناسب. الثلاث درجات دول اللي انا بقول لكم عليهم دول احسن 3 درجات للكوريكتور، هينفعوا معاكي كميك اب ارتست مبتدئه، هيسعفوكي قوي، والدرجات كلها كويسه والكميه طبعا كويسه جدا. الدرجتين بقى اللي هنا دي واللي هنا دي دول درجات كونتور صريحه قوي، صريحه جدا، يعني بتقولك انا كونتور الكونتور. كمان تنفع كمان كبرونزر بس يبقى خفيف طبعا لان هي درجات بيجمنت قوي كده. دول ال8 درجات اللي هما الكريمي. تعالوا دلوقتي ندخلوا على درجات البودر. بصوا بقى الدرجات البودر دي من جمالها انا حرفيا عملت بيها الوش، ثبت فيها الوش كله، وعملت بيها كمان الكونتور، وكمان ثبت بيها تحت العين والوش، عملت بيها كل حاجه. ايه هي بقى الدرجات البودر؟ بصوا بقى، اول درجتين دول درجه تثبيت ودرجه تنوير. تثبيت هايله قوي، يمكن عجباني اكتر لان دي بيضه شويه وبتبان الصراحه ان هي بيضه، لكن الدرجه دي ممتازه معايا. الدرجة دي والدرجة دي وكمان الدرجة دي دول درجات رصاصي للناس طبعا اللي بتحب تعمل كونتور مثلا للتصوير او كده.
مناسب معاهم شويه، او حتى البنات اللي عندهم مناسبات هيبقى مناسب قوي معاهم الكونتور الرمادي او الرصاصي، لان ده فعلا بيبين ان ده مش خط معمول او مش برونزاج، لا ده كونتور. حتى احنا لما بنلاقي حته كده مشطوفه بنحس ان لونها اغمق، مش بيبقى دافي، مش بيبقى اللون كونتور، ولكن بيبقى اللون رمادي. فطبعا هي البالت فيها 3 درجات رمادي والتلاتة احلى من بعض، فهيليقوا طبعا مع بشرات ياما جدا مختلفه. بصوا بقى الدرجه دي والدرجه دي دول يعني كونتور، ولكن دي تريق كونتور اكتر لان هي بني شويه اكتر، لكن اللي تحت تريق كمان ان هي تبقى برونزاج خفيف كده. وكمان الدرجه دي تنفع برضو لكونتور النوز لان هي رمادي بس اتقل سيكه كده. دول ال8 درجات بتوع الكونتور ده كويس جدا، انا عملت بيه كميه لوكات رهيبه. طبعا زي ما قلت لكم هي مرخصه من وزاره الصحه، هي الاكسباير بتاعها اللي معايا دي لحد 2026، لان هي الصراحه الكميه بتاعتها رهيبه، فكان لازم الصراحه يحط لها اكسباير كده لزمن الزمن، لان هي كميتها كويسه جدا. عايزه اقول لكم ان انا بعمل بيها كميه لوكات رهيبه. وبصوا اللوك ده انا عاملاه كله بيها حرفيا، هتلاقوا اصلا اللوك ده متصور ونزل على القناه. ما استخدمتش فيها في اللوك ده ولا اي منتج من بره، لا فاونديشن ولا كونسيلر ولا اي حاجه. اعتمدت على الباليت دي في كل حاجه، في الكونتور وفي التفتيح وفي المناطق التنوير، استعملتها في كل حاجه حرفيا. فبس كده الفيديو كده يبقى خلص، واتمنى تبقى استفدتوا من اي حاجه. لو عايزين استمر في سلسله الفيديوهات الحاجات الرخيصه دي انزلوا تحت قولوا لي تحت في الكومنتات، وقولوا لي ايه رايكم في الفيديو ده، واعملوا لي لايك حلو زيكم. ما تنسوش تتابعوني على الفيس وعلى انستا وعلى تيك توك، يوميات مريم ومريم سلام. يلا باي باي.